I need to speak English really well. I need to stop a foreigner and start speaking with him and start enjoying talking to him without any delay, without any other Arabic words. I need to speak with him continuously without stopping. How can I do that? It's easy. مبدئيا كده احنا محتاجين ان احنا نغير البروسيس اللي بنستخدمه في التحدث باللغه الانجليزيه. ازاي؟ انا دلوقتي في فورنر قدامي، الفورنر اللي قدامي ده بيجي يقول لي جمله معينه، الجمله دي انا بستقبلها واروح مترجمها من الانجليزي للعربي في دماغي، وبعدين افهمها، وبعدين اروح مجهز رد باللغه العربيه، وبعد ما اجهز الرد باللغه العربيه اروح مترجم الرد ده من اللغه العربيه للغه الانجليزيه، وبعدين اروح اقوله. هنا بتحصل مشكله كبيره اللي هي في حصل ديلاي عندي، في بروسيس كتير حصل. انا محتاج ان انا اعمل شرينكينج للبروسيس ده بحيث ان هو يبقى باقل قدر ممكن. طب اعمله ازاي؟ اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نبتدي نفكر بالانجليزي. محتاجين ان احنا في معاملاتنا العاديه نبتدي نفكر بالانجليزي. امي قالت لي روح اشتري خضار. Oh, my mother told me to go and to buy some vegetables. Oh, also I need to buy something for me. انت من نفسك كده، من جواك كده ابدا عود نفسك ان انت تفكر بالانجليزي. ابتديت تفكر بالانجليزي، يبقى احنا ايه؟ شلنا بقى خطوه ان انت لما تيجي تستقبل كلام بالانجليزي تحتاج تترجمه، لان انت اوريدي بتفكر بالانجليزي، يبقى انت مش محتاج تترجمه اصلا. وبرده شلنا البروسيس اللي هو بيقول ان انت بتفكر بالعربي وبعدين بتروح مترجم الكلام اللي انت بتفكره من العربي للانجليزي عشان تقوله. فاحنا كده عملنا شرينكينج للكلام ده. خلاص انت اتعودت على كده وتعودت انك انت تفكر بالانجليزي، هتبتدي بقى ايه؟ تسمع وتتكلم. ومحتاج انك انت تسمع على اكسنت معينه، في بريتش، في امريكانز، في اني اذر اكسنت. تعود نفسك على اكسنت معينه عشان انت ما يحصلش عندك ايه؟ كونفليكت او حاجه زي كده. فخلاص عودت نفسك على الحاجات دي وعودت نفسك انك انت تتكلم. ابدا بقى اتفرج على موفي معين وردد هم بيقولوا ايه. ان انت محتاج انك انت تعود نفسك على الاكسنت، اكسنت كده مقبوله كده ومحترمه، وانك انت تتكلم بسرعه. تتكلم بسرعه دي محتاج انك انت تفكر بالانجليزي عشان خاطر تخفض البروسيس اللي بيحصل بقدر الامكان. في بقى عندنا برضو شويه تعليقات في السبيكنج نفسها. يعني عندنا مثلا حرف الار، عندنا حرف الراء في اللغه العربيه. احنا بنقول مثلا خطر. خطر، شفت الار بتتقال ازاي؟ طيب ترجمتها باللغه الانجليزيه danger. الار هنا غير الار هنا. الار في اللغه العربيه احنا بنرول الار، لكن في اللغه الانجليزيه احنا مش بنرولها. مفيش ذبذبه خالص بتحصل، مفيش فايبريشن بيحصل لما بنيجي ننطق الار في اللغه العربيه. احنا بنقول ستوب ذا كار، ما بنقولش ستوب ذا كار. في فرق هنا. فانت لازم تعود نفسك على النطق الصحيح. في حروف زي الفي، زي البي، في ناس كتير بتتجاهلها. الاقي واحد يقول لي انا عايز اشرب 7 اب، لا واحد بيقول لي اوبشن وهي اوبشن. فلازم نعود نفسنا على النطق الصحيح من البدايه. من البدايه نعود نفسنا. هتبقى تقيله ورخمه في الاول، بس عود نفسك عليها عشان تنطق صح. عود نفسك على انك انت تنطق كويس، تفكر بالانجليزي، وان شاء الله هتبقى كويس. وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله هبقى اتابع معاكم وراجع معاكم الاخطاء اللغويه اللي بتحصل في التحدث باللغه الانجليزيه، وازاي ان احنا نطور مهاراتنا في التحدث بسرعه اسرع. و I hope you will speak English really well in the future if you studied hard and practice more. Bye.